السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. الحلقة رقم 11 في المصطلحات القانونية، والنهاردة بنقول إن الشك يفسر لصالح المتهم. طبعا مش متداول كتير، ولكن فيه ناس عارفاه. ولكن إزاي؟ طول ما إن القاضي ما اقتنعش اقتناع يقيني بثبوت التهمة، فيبقى ليه الحق انه يعتبر المتهم بريء. والاصل ان الانسان بريء الى ان تثبت ادانته. فلو اتعرضت قضية امام التقاضي وكان القاضي متشكك من امر الادانة، طول ما ان القاضي متشكك من امر الادانة فيفضل البراءة على الادانة. وده كان نقد شهير، كان ان شهد المتهم وهو خارج من احد المنازل بعد سرقة المنزل وبحوزته شنطة، وما ثبتش في حقه الاتهام من وجهة نظر القاضي، لان انت ما تعرفش الشنطة بتحتوي ايه. هل جوه الشنطة المنقولات اللي اتسرقت، ولا ده راجل مثلا مسافر لما لقوه طالع من البيت مسرع وممسك بايده الشنطة، ما لربما مسافر وهيفوتوا القطر فهو بيجري. فهنا بيقال ان الشك يفسر لصالح المتهم. اذا لم يقتنع القاضي اقتناع يقيني بالادانة بيميل للبراءة. وفي مقولة شهيرة: لأن يخطأ القاضي في العفو خير له أن يخطأ في العقوبة. انتظرونا في فيديو جديد.